أبدأ بالنائب المستجوب أيضا. هذا الملف كامل مالها. هذا الملف أنا قدمته إلى هيئة النزاهة المستجوبة هي هذا الملف. هسه أقرأ لكم مضمون هذا الملف إلى السيد رئيس الوزراء، إلى لجنة الأمن والدفاع، والآن يوجد 8 قضايا مقامة على السيد المستجوب من قبلي وقبل الوزارة على هذا الموضوع. نعم النائبة عالية نصير الطلبات اللي جتني اللي 32 طلب اللي صار الإشكال على ضوءها معايا اجت إلى الوزارة. لا عقود معكم لا، حتى أكون يعني واضح. طلب تنسيب، طلب نقل، زين، طلب ترقية. نعم لا بعد عندي تطوع. طبعا هذا بالزمن شو اسمه تنزيل أسلحة من الذمة، ومن ضمنها تنزيل ذمة BKC من الحاجة أم مؤيد. ما أدري من الحاجة أم مؤيد. بعدين قبول تطوع 1000 جندي وموجودة بالأسماء. قبول تطوع هذا بزمن سعدون الدليمي. نعم أنطيك دور بدون مقاطعة. أنطيك دور. نعم بعهد السيد وزير الدفاع السابق وموافقته موجودة. قبول 192 جندي، قبول تطوع 584 جندي، وتحويل عقارات 127 عقار مخالفة للقانون 2088 اللي أموال الأجهزة القمعية السابقة اللي موجودة عليها حجز، وهاي هي بالأسماء والملفات. ملف كامل موجود حاليا في هيئة النزاهة ولدى الجهات المعنية ولجنة الأمن والدفاع أيضا عندها. سيد وزير الدفاع وصل الفكرة هذه. وأنا هل من المعقول أن أستجوب من نائبة بيني وبها خصومة شخصية في المحاكم؟ والنص الدستوري يقول إذا كان يجب أن لا يكون هناك مواضيع شخصية في الاستجواب. إذا أنا بيني وبينها 8 دعاوى في المحاكم شلون الاستجواب يصير؟ ولكن هذا الترتيب مال سليم الجبوري حتى يجيبني للاستجواب، لأنه لو أنا كنت شريك كان سليم الجبوري ما جابني للاستجواب. خلي يكون واضح. أروح إلى الاستجواب، استجواب النائبة حنان الفتلاوي. سيد وزير الدفاع حتى أذكر لك والله العظيم. سيد وزير الدفاع. طبعا أنا في الوزارة وجاني نائب سابق إخوان، جاني نائب سابق قال لي موضوع السيد النائبة حنان الفتلاوي ما تسمع. سيد وزير الدفاع ومعاه طبعا اجاني للوزارة، طبعا لح على مقابلتي اجاني مرة للبيت ومرة بالوزارة. قال لي سيد وزير الدفاع اولا خلي نحكي. انا الحقائق لازم. سيد وزير الدفاع انا من الشعب العراقي يعرف ايش يدور. سيد وزير الدفاع منو حارب المؤسسة العسكرية؟ منو دمر المؤسسة العسكرية اللي نحكي؟ سيد وزير الدفاع والله شاربة كذا انا ادمرها انا والله. نعم سادة والسيدات اطلب الهدوء. سادة والسيدات اذا نستمر بهذه الحالة راح ارفع الجلسة، لانه لا نستطيع ان ندير الجلسة بهذه الطريقة. لا نستطيع. سيد وزير الدفاع سيد وزير الدفاع سيد وزير الدفاع اولا تأخذ اذن مني. انا رئيس الجلسة بدون مقاطعة. كمل ولخص المعلومات بدون مقاطعة. مو كل نائب او نائبة يوجه لك اسئلة تقاطع الموضوع. كمل الملفات اللي تم ذكرها وكمل الاسماء. بس نحن نريد ان نعرف الاسماء. نحن نريد ان نعرف الاسماء اللي تم ذكرها في مجلس النواب على وجه الخصوص في ملفات مشتبه به الفساد. أرجوك كمل. السادة والسيدات النواب أرجو الالتزام وبدون مقاطعة. الصف الأمامي. عند الاستجواب للسيد النائب حنان الفتلاوي اجاني النائب السابق. نعم وحكى وياي بالوزارة قال لي مع الوزير هذا الاستجواب لا تدير له بال، بس احنا بصراحة قادرين ان نلف لك الموضوع، ولكن يوجد عقد للإطفاء تحيله على الشركة الفلانية التابعة الى التاج. ما اعرف. المهم ومالك شغل احنا نسكت النائبة عالية مقابل 2 مليون دولار. حنان عفوا حنان. زين والله العظيم والله. طبعا وشوفوا اخوان في ليلة سيدة حنان حتى تعرفين في ليلة الاستجواب
اخوان ارجوك في ليلة الاستجواب اغلق التلفوني صراحة. في اليوم الثاني قبل ما دخلت للاستجواب في غرفة سليم الجبوري جاء علي قال لي البارحة 40 مرة اتصلت بيك وما حصلتك، أنا كنت قاعد يم السيد النائب، الموضوع كان حليناه. حنان الفتلاوي ده يقول لي يمها نعم، وقال لي هسه العرض قائم إذا تقبل الاستجواب تسحب حنان الفتلاوي. والله العظيم نعم والله العظيم. أكمل هذا قلت له لا أنا رايح للاستجواب وجيت للاستجواب. أكمل. نجي نعم نجي إلى موضوع بعد الاستجواب مع الحنان الفتلاوي، بعد الاستجواب مع السيد النائبة حنان الفتلاوي. الإخوان تقربوا من عندي على أمل يحصلون شيء بعد الاستجواب باعتبار وقفوا لي وقفوا هاي لازم أرد لهم الجميل.